الجماعه مستنيينك جوه. عرفوا؟ اه. وفرحوا؟ قوي، لدرجه ان انا دخلت لهم 3 ليمون لحد دلوقتي عشان يهدوا اعصابهم. منورين. رحيم خرج من السجن امتى يا سيدي بيه؟ امبارح. جرايه يا سامي، انت مش كنت مأكد علينا ان عمره ما يخرج من سجنه؟ والله ده اللي اتقال لي، واتقال لي امبارح انه اتغير. اتغير؟ هو ايه اللي اتغير؟ احنا بنتكلم على انبوبه. اسمع يا متر، احنا في بينا اتفاق ولا هو كان كلام صغار؟ هو انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ من ساعة ما رحيم دخل السجن البلد دي اتغير عليها كام نظام حكم. البلد دي كل يوم بيتشقلب حالها. خلاص رحيم خرج، اوكي. فكر بقى في اللي جاي. امال اشكرك يا عماد بيه. شوفوا انتوا بقى حضراتكم عاوزين ايه وانا تحت امركم. ليه هو انت مش معانا ولا ايه؟ والله انا عبد المأمور، طلبتوا مني شويه حاجات وانا نفذتها لكم، مش اكتر ولا اقل. سيد بيه خد المركب السياحي، وسعادتك خدت شركه التخليص الجمركي وشركه الفنادق، وعماد بيه مفيش ورقه تثبت ان في نكله شراكه بينه وبين رحيم. عاوزين ترجعوا كل حاجه زي ما كانت، ارجعها لكم. عاوزين كل حاجه تفضل، انا تحت امركم. ايه يا سمسم، انت لسه قايل بلسانك ان الدنيا اتغيرت؟ يعني مفيش حاجه بترجع زي ما كانت. اهو، يبقى انتوا بقى اللي مش عايزين حاجه ترجع. ترجع؟ ايه اللي يرجع؟ ده تعب وشقى سنين يا عماد. يعني هو يرجع ياخد كل حاجه على الجاهز واحنا نبقى شلتي ملتي؟ ايوه، هو ده اللي انا عاوز اسمعه. يبقى نقعد مع بعض بقى ونفكر.